شايف الست اللي في الصورة دي؟ الست دي مش مجنونة، دي أخطر من كده بكتير، ساحرة وقاتلة ومشاركة في طقس أكل لحم البشر، وفي بلدها كانوا بيسموها حليفة الشيطان. قصة مرعبة حقيقية ما تشوفهاش لوحدك. الحكاية بدأت سنة 1956 في ماليزيا. بطلتها اسمها الحقيقي مازنا إسماعيل، كانت من أسرة بسيطة عادية جدا، وكان حلمها تبقى مغنية مشهورة. صوتها مش بطال، وبدأت فعلا تسجل أغاني، بس للأسف محدش سمعها. رجعت حاولت تاني وأنتجت ألبوم لنفسها وبرضه فشل، بس مازنا ما استسلمتش لحد ما قابلت شخص اسمه محمد فندي، آمن بموهبتها وقرر يساعدها. أول حاجة عملها غير اسمها، خلى اسمها منى فندي. اتجوزها وساعدها تنتج أغاني جديدة، لكن الفشل كان بيطاردها زي ضلها. وهنا منى قررت تمشي في طريق السحر. قابلت ساحر معروف في بلدها، وبدل ما يساعدها انبهر بيها وقرر يعلمها كل أسرار السحر الأسود. علمها ازاي تتحكم في الناس، ازاي تحقق طلباتهم، وازاي تبيع روحها بدون ما تحس. اداها كمان كتاب نادر مليان طلاسم وطقوس عمرها ما كانت هتتوصل ليها. من اللحظة دي منى فندي نسيت حلم الغنى وبقت ساحرة محترفة. فتحت مركز علاج روحاني، وكان جوزها مدير أعمالها. شهرتها وسعت جدا، الناس كانت بتجيلها من بلاد تانية، وحتى السياسيين والناس اللي في مناصب عالية بقوا يروحوا ليها في السر. ومن كتر ما بقت مشهورة اشترت قصر ضخم وعملت فيه غرفة سرية ليها باب سري مخصوص للVIP اللي مش عايزين حد يعرف انهم بيزوروها. بس في الوقت ده ملامح منى بدأت تتغير. جوزها بيقول كانت بقت مرعبة كأنها مش إنسانة، لكن هو مهموش، بالعكس فضل معاها لآخر نفس. في يوم جالها راجل غني جدا في ماليزيا اسمه مزلان محمد. الراجل ده كان عايز يبقى حاكم ماليزيا، وسمع ان منى فندي بتعمل المستحيل، فراح لها وطلب منها تحقق له حلمه. قالت له استنى يومين اكلم اللي معايا، وهي كانت تقصد الجن، بس المرة دي الطلب كان كبير جدا. رجعت لجوزها والمساعد بتاعهم وقالت لهم الجن مش هيقدر يساعدنا، بس احنا مش هنضيع الفرصة دي. وفكروا في خطة شيطانية فعلا. اتصلت بمزلان وقالت له انا عرفت حاجات هتوصلك للحكم، بس محتاجة $1,000,000 وتعالى لوحدك. وبالفعل جه الراجل، دخل من الباب السري، قعد معاهم وكان حاضر الجلسة منى وجوزها والمساعد. وفجأة المساعد طلع سيف وقطع رقبته، قطعوا جثته 18 حتة. ليه 18؟ علشان ده طقس خاص بالسحر السفلي للتواصل مع الشيطان. واتقال ان الشيطان طلب منهم ياكلوا من لحم الضحية عشان يحقق لهم مرادهم، وهم وافقوا. خدوا $1,000,000 والناس بدأت تسأل